طبعا في الحمام السايب بيقابلنا مشاكل كتير جدا. اولا طبعا نسبة الامراض بتبقى عالية. ليه؟ الحمام مختلط ببعضه. هنا احنا كل جوز معزول عن الجوز التاني. يعني لو في مشاكل هنا مثلا مرضية، فرضا جدلا احنا في الصيف اهو، طبعا مرض الجدري منتشر. فطبعا لو في فرد عنده جدري هنا، فطبعا بيبقى صعب انه يتنقل لفرد تاني، لأن طبعا مفيش اختلاط. كل جوز محطوط على حدة في سلكة لوحده. الناس اللي بتربي حمام وعندها خبرة بتعرف الحصوة عمران ولا لا بمجرد النظر للحصوة. يعني شكل الحصوة من غير ما انا اكشف عليها بكشاف او احطها على ضوء الشمس مثلا، انا بعرف الحصواية ان كانت عمرانة ولا لا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قناتنا قناة يوميات مربي، بنجدد اللقاء مع حضراتكم في فيديو جديد. طبعا انا في الحلقات اللي فاتت اتكلمت مع حضراتكم على تربية السلكات. زي ما تشوفين حضراتكم كده، الحمد لله رب العالمين، بنبتدي نجيب ذكر وانتايه بمواصفات معينة، طبعا بالشكل اللي انت عايزه، بالمواصفات اللي انت حاببها، ونبتدي نحطهم مع بعض، ونحط لهم الطاجن، ونحط لهم طبعا الاكل بتاعهم زي ما انتم شايفين حضراتكم كده. وزي ما قلت لحضراتكم ان افضل اكل بنحطه هو الكلفه، وطبعا المسقه بتاعتهم نحط فيها الميه، واهم حاجه نظافه الميه. زي ما انتم شايفين حضراتكم بسم الله ما شاء الله، النتايه محضنه حصوتين، والحصوتين بسم الله ما شاء الله عمرانين. طبعا الناس اللي بتربي حمام وعندها خبره بتعرف الحصوه عمران ولا لا بمجرد النظر للحصوه. يعني شكل الحصوه من غير ما انا اكشف عليها بكشاف او احطها على ضوء الشمس مثلا، انا بعرف الحصوايه ان كانت عمرانه ولا لا، وان كان حيضه ولا لا. طبعا دي بتيجي مع الخبره. احنا مش عايزين نستعجل يا شباب، احنا واحده واحده بنتعلم. كلنا اتعلمنا واحده واحده. طبعا لما جينا ربينا حمام قابلتنا طبعا المشاكل دي كلها. طبعا انا مش عارف اداني سايب الحمام نايم على البيض، والبيض كمان مش عمران، فبضيع من الوقت بتاع الحمام ووقتي انا وباكل. ولكن دلوقتي بنقدر الحمد لله بفضل الله في خلال مثلا الحمام لو بيضت البيضه مثلا قعدت يومين او ثلاثه، في خلال مثلا يومين او ثلاثه ابتدي اعرف البيضه عمرانه ولا لا، معرقه ولا لا. عشان ما اسيبش البيض طبعا والحمام يدنه مضيع وقت طول الفتره دي. اولا انت بتخسر، ثانيا احنا المفروض ان احنا نشيل الحصوتين دول عشان الحمام يبتدي يجتهد تاني، وبسم الله ما شاء الله ان النتايه تضع الحصى تاني. زي ما قلت لحضراتكم الحمد لله بفضل الله، يعني تربيه السلاكات جميله جدا، مربحه جدا. الاهتمام بجزء الحمام في السلاكه بيبقى افضل بكتير من الحمام السايب. طبعا في الحمام السايب بيقابلنا مشاكل كتير جدا. اولا طبعا نسبه الامراض بتبقى عاليه. ليه؟ الحمام مختلط ببعضه. هنا احنا كل جوز معزول عن الجوز التاني. يعني لو في مشاكل هنا مثلا مرضيه، فرضا جدلا احنا في الصيف اهو، طبعا مرض الجدري منتشر. فطبعا لو في فرد عنده جدري هنا، فطبعا بيبقى صعب انه يتنقل لفرد تاني، لأن طبعا مفيش اختلاط. كل جوز محطوط على حده في سلكه لوحده. ف يعني طبعا التربيه في الحمام السايب، لو في فرد مثلا عنده جدري ولا حاجه تبص تلاقيه اختلط ببقيه الحمام، المرض بينتشر بسرعه. يا رب تكونوا بتستفادوا معايا في القناه بتاعتي، قناه يوميات مربي. يا رب تكون معلومه خفيفه لذيذه. مش عايز اطول على حضراتكم، ولكن احنا بنتكلم كلمتين خفاف بنستفاد منهم. اشوفكم على خير. طبعا قبل ما نختم الفيديو مع حضراتكم، ما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم، البصمه بتاعتكم. اللي ما اشتركش في القناه يا شباب ينزل حالا دلوقتي يشترك في القناه اللي هي قناتكم قناه يوميات مربي. تفعيل الجرس يا شباب عشان يصلك كل جديد من الفيديوهات اللي احنا بننزلها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.